بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من راجع. بتحب ربنا؟ لا بجد بجد بتحبه؟ متأكد؟ طب ركز معايا. ففروا إلى الله. لو سألت اي حد وقلت له انت بتحب ربنا هيقول لك ايه؟ اكيد طبعا بحب ربنا. دي محتاجه فقاقه؟ لا يا سيدي مش محتاجه فقاقه. بس هل انت فعلا بتحب ربنا؟ بتحب ربنا بالوجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه؟ او خليني اسالك السؤال بصيغه تانية، ايه اللي يثبت انك بتحب ربنا؟ والاثبات ده انت مش محتاج تثبته لحد خالص، لا انت محتاج تثبته لنفسك قدام نفسك. محتاج انك تثبت لنفسك انك فعلا بتحب ربنا، لا تكون نفسك ضحكة عليك وفهمك انك بتحبه وانت ما بتحبوش. ايه ده، هو في حد ما بيحبش ربنا؟ للاسف في كتير. طيب ازاي اثبت لنفسي ان فعلا بحب ربنا وان ده مش كلام بقوله وخلاص؟ حلو قوي. في الفيديو ده هقولك على 5 حاجات لازم تكون بتعملهم لو بتحب ربنا، ولو ما بتعملهمش يبقى لازم تراجع نفسك وتراجع حبك. اول حاجة، لو بتحب ربنا هتحب لقائه. انت اي حد في حياتك لو بتحبه مش بتحب لقائه؟ مش انت بتحب لقاء صحابك؟ بتحب انك ترجع البيت بعد يوم شغل طويل عشان تقعد مع عيالك ومراتك؟ بتحبهم، عاوز تقعد معاهم، بتحب لقائهم. ده انت لو مصاحب واحدة بيبقى اسعد يوم في حياتك اليوم اللي بتروح تقابلها فيه، صح؟ امك لما بتغيب عنك شوية او لما بتغيب عن البيت شوية مش بتبقى وحشاك وهتتجنن وتشوفها؟ طيب اركن بقى كل دول على جنب، ولله المثل الاعلى. هل بتحب لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ بتحب انك تروح تصلي عشان تقف بين ايديه سبحانه وتعالى؟ لما بيناديلك وتسمع الاذان بتلبي النداء وبتروح تصلي؟ انت مش المفروض انك اول ما تسمع الاذان تروح تصلي، لا ده انت المفروض تكون بتحب الصلاة، لان هي اللي بتخليك تقابل ربنا سبحانه وتعالى. لان انت لو بتحبه هتحب لقائه، ومش هتحب لقائه بس، ده انت هتكره البعد عنه كمان. تبقى كاره نفسك وانت ما بتصليش، تبقي كارهه حياتك وانت بعيد عن ربنا، لانك بعيد عن حبيبك. لازم تكره البعد عنه ولازم تحب لقائه سبحانه وتعالى. طب اقول لك على حاجه، ربنا بيحب لقائك. والله كل ليله في الثلث الاخير من الليل ربنا بيتنزل للسماء الدنيا تنزل يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وينادي علينا: هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ لحد طلوع الفجر وكل ليلة. هو ده مش معناه انه بيحبك سبحانه وتعالى وبيحب لقائك وبيتنزل جل جلاله كل ليلة للسماء الدنيا عشانك انت، عشان يعمل لك اللي انت عايزه، عشان تقابله وتشكي كل همومك ومشاكلك ويحلها لك؟ بتقابله ولا بتكون نايم؟ ولا بتكون صاحي بس مش فاضي؟ ولا بتكون صاحي وفاضي بس بتعصاه ومشغل فيلم مش كويس وسهران عليه وعمال تتفرج عليه، او بتكلمي واحد من ورا اهلك طول الليل؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يكون بيحب لقائك وانت مش بتحب لقائه يبقى انت كده بتحبه؟ لو بتحب ربنا يبقى لازم تحب لقائه. واللي بيحب حد هيعمل ايه؟ هيقبل عليه. ودي تاني حاجة، الإقبال على الله عز وجل. لو بتحب ربنا هتقبل عليه، لو بتحب ربنا هتقرب منه مش هتبعد، ولو بعدت في يوم هترجع له تاني، لأنك بتحبه وبتحب لقائه وبتكره بعدك عنه، فكل ما تبعد انت هتقرب تاني. طب أقول لك على حاجة كمان، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل عليك بس انت قرب منه شبر واحد بس. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربي العظيم، كريم سبحانه وتعالى. تقرب انت بس خطوة واحدة تلاقي قبول وتوفيق وحسنات وخير ملوش أول من آخر، وكل ما تقرب أكتر كل ما كرمه يزيد سبحانه وتعالى. فلو بتحب ربنا سبحانه وتعالى هتقبل عليه. وتالت علامة، لو بتحب ربنا سبحانه وتعالى هتطيعه في كل أوامره. مش هتقعد بقى تفكر وصل مش مقتنع، طب اشمعنى بقى مش عارفة ايه بقى، مش عارفة ازاي. لا انا بحبه سبحانه وتعالى وهطيعه طاعة عمياء، اصل ده الله. فلو مش هطيع الله طاعة عمياء هطيع مين؟ وبعدين اطيعه ومعصاش امره ابدا مهما كان الامر ده ايه. مش امر من حبيبي يبقى هطيعه. لو مش هطيعه خوف من عذابه ورجاء رحمته هطيعه حب، هطيع اوامره ومش هعصاه عشان انا بحبه سبحانه وتعالى. الامام الشافعي قال: تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته.
إن المحب لمن يحب مطيعه. لو بتحب حد هتسمع كلامه، ولو بتحب ربنا هتطيعه. فانت ايه بقى؟ بتحب ربنا؟ تمام، بتطيعه. لما ربنا قال غض بصرك غضيت بصرك. لما ربنا قال لك الحجاب فرض لبست الحجاب. لما ربنا قال واقيموا الصلاه صليت. لما ربنا قال ولا تقربوا الزنا سمعت الكلام ولا عصيت؟ وبعدين تعالى هنا، ده انت عاوز، انت نفسك عاوز انك اول ما تقول حاجه عاوز ربنا يستجيبها لك، عاوز اول ما تدعي الدعوه تستجاب، وتزعل وتقعد تدبدب في الارض لو دعيت دعوه وما اتحققتش، وعاوز كل دعوه تدعيها او كل حاجه تطلبها تحصل. طب هل لما ربنا يأمرك بامر بتطيعه بنفس سرعه الاستجابه اللي انت عاوزها؟ لو بتحبه هتطيعه وهتسمع كلامه. رابع حاجة، لو بتحب ربنا ومقبل عليه وبتطيع أوامره وما بتعصاهوش هتتحرى رضاه سبحانه وتعالى. انك مش تبقى بس مستني الأوامر حلال حلال حرام حرام، لا ده انت اللي بتدور ايه اللي ربنا بيحبه ويرضيه عشان اعمله. عشان انا بحب ربنا وعاوز اعمل الحاجة اللي ربنا بيحبها، عاوز ارضيه. ربنا بيحب التوابين وبيحب المتطهرين، هتوب. كل ما اعمل ذنب هتوب ومش هرجع له تاني، ولو رجعت له تاني هتوب منه تاني، ولو ما عملتش ذنوب برضه هفضل اتوب. ده ربنا بيحب التوابين. ايه تاني؟ إيه خلوف فم الصائم اطيب واطهر عند الله من ريح المسك. هصوم على قد ما اقدر عشان دي حاجه ربنا بيحبها. هعمل اي حاجه ربنا بيحبها، هشوف ايه الحاجه اللي ربنا بيحبها ولما اعملها هنور رضاه واعملها. ده منايا ان حبيبي سبحانه وتعالى يرضى عني لاني بحبه وبحب ارضيه. خامس حاجة، اني اغير من نفسي مرضاة لله سبحانه وتعالى وحبا فيه جل وعلا. هو مش اللي بيحب حد بيتغير عشانه؟ طب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو هتتغير عشان حب المخلوق، اما الحب الخالق سبحانه وتعالى هيعمل فيك ايه؟ لازم يشقلب حياتك. وخلي بالك ان الحب بيغير اكتر من الخوف. لما تتغير او تعمل حاجة عشان حد بتحبه احسن ما تتغير او تعمل حاجة عشان حد انت خايف منه. وان كان الاتنين مهمين، لازم نخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولازم نرجو رحمته ولازم نحبه. وعشان تحبه بجد لازم تعرفه. وعشان كده هتلاقيني سايب لك في قناة تليجرام 3 دروس عن حب الله سبحانه وتعالى، لازم تسمعهم هيشقلبوا حياتك. وهتلاقي رابط القناة في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وبس كده يا سيدي، اسيبك من هنا ليوم الثلاث الجاي تسمع ال3 دروس دول وتركز فيهم وتعيش معاهم، ونتقابل ان شاء الله يوم الثلاث الجاي في حلقة جديدة من راجع. فاشترك في القناة واعمل لايك للصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقة الجاية توصل لك، واعمل لايك للفيديو ده ومنشن صحابك فيه واعمل له شير عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تحب ربنا سبحانه وتعالى. اشوفكم الحلقة الجاية. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. وخلاص يا رب انا راجع ليك، ندمان بشدة انا بين ايديك، على كل لحظة ما كانتش ليك وكنت فيها عصيك ونسيك. يا رب راجع دق الباب، باب الرحيم باب التواب، ده لما بعدت شفت العذاب. خلاص يا رب اشتقت ليك، خلاص يا رب اشتقت ليك.